يستمر، ونحسب أن الأمر قد وصل إلى نهاية تعايش سلمي مرضي للجميع، ولكن للأسف الواقع يقول غير ذلك. كان يجب أن نسمع كل الأطراف، وجهات النظر المختلفة، الأحاسيس، المشاعر، المتطلبات والأحلام والتوقعات. هذا يؤدي بالضرورة للمعنى الأكبر والأسمى والأنبل والأجمل لعبارة التعايش السلمي. عشان كده نحن الليلة موجودين هنا عشان نسمع ونتمعن ونفكر ونصل إلى حلول مرضية للجميع. رشان أوشي في الموعد. كانت المحبة دافعنا الأول، ومن ثم الرغبة الأكيدة في تسليط الضوء على الجانب المشرق من غربنا الحبيب. زياراتنا المتكررة لهذا الإقليم فتحت عيوننا وأرواحنا على واقع مغاير عن ذلك الذي تم تصديره للأذهان داخليا وخارجيا. لهذا آلينا على أنفسنا أن نساهم قدر المستطاع في رسم الصورة الحقيقية لدارفور وأهلها. هبطنا نيال البحير في يوم ماطر لتبدأ رحلة اللقاء الأول بالهوية السودانية المنشودة كما يجب أن تكون. في بادية الريزيغات مع حلول الخريف تهدأ الأرواح ويضع الأهل عصا الترحال فرحا بالمرعى الخصيب. الإبل هنا مقدسة، هي محور الحياة وسيدة الموقف. لأجل عينيها يتنازل الجميع عن حقهم في التعليم والعلاج والتطور والرفاهية. وبرغم المعاناة في كل شيء يسكن القلوب الرضا وتحمل الوجوه سمات التسامح واليقين. كانت محطتنا التالية قرية ضوانبان التي تمثل نموذجا لحياة استقرار أهلنا الأبالة. كانت تجول بخواطرنا العديد من المقارنات ما بين واقع مرير وحياة عصيبة لوحنا لها مودعين في بادية أهلنا الريزيغات. على مشارف ضوانبان استقبلنا أعيان القرية بالحفاوة والترحاب، وسرعان ما بانت لنا ملامح الاستقرار داخل القرية متمثلة في دنك المياه التي تعتبر أكبر هموم أهلنا في مراعي دارفور. لمسنا في تلك القرية ضوانبان نموذجا يحتذى به لما يحتاجه الأبالة لرسم مستقبل أبنائهم، ليلتفتوا أكثر لمساهماتهم المؤثرة في الاقتصاد السوداني نظرا لما يملكون من ثروة حيوانية. في نيال البحير حيث الكرم السوداني الأصيل وحفاوة الترحاب، نحن في ضيافة عمدة الريزيغات بضوانبان العمدة عبد الله بن نوبة، وكيل ناظر الترجم عباس الدومة. أهلا وسهلا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. يعني ما شاء الله الأجواء خريفية جميلة، والفترة الخصب والخير في دارفور، برضو فترة المشاكل مع الرعاة بين الرعاة والمزارعين. يعني الظروف اتغيرت في دارفور كتير. سيد العمدة، يعني مؤخرا كان في صراع كبير جدا عشائري في الشهور اللي فاتت، ويعني على راسه صراع الريزيغات والفلاتة، ولكن تم احتواء الأمر وإدارته. هل الطريقة المتبعة لاحتواء هذه الصراعات، يعني الطريقة دي ناجحة قاعد تقدم حلول يعني، ولا هي عبارة عن حلول مؤقتة المفروض يكون في طريقة أخرى لحسم هذه النزاعات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا سعيد جدا أن أكون مستضاف اليوم مع الإخوة والأبناء في هذه الأمسية الطيبة في هذا اليوم الأنيق من أيام الله الطيبات في هذه الحديقة. وما تفضلت به من سؤال حول المشاكل الأهلية والقبلية في دارفور، هذه المشاكل فيما بين أهل دارفور هي أصلها كأنها نبت شيطاني. يعني يكون لها أصلا مؤسسية سابقة أو عندها حاضنة سابقة إنها تنشأ منها هذه المشاكل، ولكن بحكمة رجال إدارة أهلية وبحكمة الخيرين من أهل دارفور دائما هذه المشاكل أول ما تقع الناس بيبقوا مسرعين وبيتسوها من جذورها. الاتساس بيجي إنه لأصل المشكلة شنو. إذا مشكلة بين راعي ومزارع
هي مسألة عفوية جدا ما عندها أي قيمة. وإذا مسألة بتاعت نشاط بتاع متفلتين، نعم. أيضا الناس بيسعوا جادين أول حاجة يقبضوا على المال المنهوب أو المسروق، ثم يقبضوا على الذين قاموا بذلك النهب. نعم. وإذا تعذر ذلك الناس طوالي بيجنحوا إلى التعامل العرفي فيما بينهم، وبالتالي الإنسان المتضرر أول ما يعني يمسح له دمعته كما بيقولون، كما نقول يعني نحن يمسح له دمعته إذا كان ميت له زول ولا منهوب له مال، سدد له مبلغه وأجاز له وحدد له زمن دفعه، هو تلقائيا بيستكين وبيكون ده الحل الناجع الأبدي الأصل ما بيتكرر. سيد الوكيل، يعني مؤخرا بقى دور الإدارة الأهلية ضعيف في مسألة التوعية بمخاطر الصراع القبلي. يعني بقى دور الإدارة الأهلية محصور في إنه بعد تقع الحادثة حتى بعد ذاك يجوا يقعدوا يتفاوضوا ويوقعوا وثائق بتاعة صلح، مع إنه في العهد القديم كان الإدارة الأهلية ذاتها بتحاول إن هي تمنع نشوء الصراع ده. ليه الإدارة الأهلية ادهورت كده في الفترة الأخيرة يعني؟ والله يعني الإدارة الأهلية طبعا هو ادهور يعني لتغيير السياسات في الحكومات السابقة. يعني الإدارة الأهلية دي طبعا هي من ما كان عهد الاستعمار. نعم. وعلى قانون في 1925، وذلك القانون كان معمول به ومدينهم شخصيتهم الاعتبارية في العمل، وكان أهلهم ينفذوا هذه التوجيهات بتاعهم. ولكن طبعا بعد ذاك بعد الاستغلال مباشرة ياهو كل حكومة تجي عسكرية كانت أو مدنية بتحاول تضع نهج جديد للتعامل مع الإدارة الأهلية، إما جعلتها سياسية حزبية وإما لغتها خالص، وهو كما حدث في زمن نميري. واللجان السياسية هي بتاخذ موقعها وبتاخذ الشخصية الاعتبارية وبالتالي هي دي أصلا ما عندها فهم عن إدارة الشأن الأهلي. ولذلك كان خلطت الأمور في الفترة اللي فاتت، وخلاص المسألة دي استمرت ياهو الديمقراطية الثالثة نقول طوالي، وبعد نميري الإنغاز جات، والإنغاز برضه سياسة الإدارة الأهلية يعني برضه كانت ضعيفة، يعني كانت ما عندها شخصية الاعتبارية، ما كان عندها سياسة للناس. على ذكر التسييس الإدارة الأهلية سيد الوكيل، يعني حصل تغيير كبير في شكل الإدارة الأهلية ذاتها والبيوتات اللي كانت حاكمة في دارفور، يعني مؤخرا بفعل التدخل السياسي في الأمر ده، إنما إلى علمنا إنه تم تغيير نظارات يعني أخذها من أصحابها الأصليين أو العمد الأسر اللي بتقع على الإدارة الأهلية المتوارثة الإدارة الأهلية لصالح آخرين أصحاب ولا سياسي. هل يعني الكلام ده حصل بالفعل كده؟ هو طبعا حصل حقيقة في كثير من الحتات، وده برضه كان له تأثيره في تأجيج الصراعات، لأن أولاد الأمومة الواحدة لما تنتزع منهم الحكم تدي للآخرين، لذلك بيحاولوا بيسألوا، وبتعرف في تعارات بتحصل في موت وحاجات بالشكل ده، وتمزق النسيج بالفهم ده. ولذلك ضاعت شخصية الإدارة الأهلية. سيد العمدة، يعني الإدارة الأهلية ذاتها في اتهامات طالطة في الفترة الأخيرة بأن هي مساهمة أيضا في تأجيج النزاع العشائري في دارفور لأغراض سياسية، لأغراض بسط مزيد من النفوذ. ما مدى صحة الاتهامات دي؟ والله الإدارة الأهلية هي يعني جزاك الله خير قلت كلام طيب. الإدارة هي حقيقة هي ما مؤججة للصراعات، ولكن إدارة أهلية مكتوبة الأيدي في إنها كيف تعالج الصراعات وكيف تأمن عليها. لذلك بتجد أنه الإدارة أهلية مكتوف الأيدي، يعني هو بيرى الخلل ولكن لا يجد من يساعد في التنفيذ، وبيرى نشوء الفتنة ولكن لا يجد من يخمد معه هذه الفتنة. عشان كده بتدور الفتنة والإدارة الأهلية موجودة، فبالتالي أصحاب الأغراض ضد الإدارة الأهلية بيقولوا هم السبب في المشكلة الإدارة الأهلية. لكن لا أبدا، يعني السبب من إدارة أهلية. إدارة أهلية دي كما يقولوا أهلنا حاكم أم التيمان. الحاكم أم التيمان ما برضع ولد وبخلي ولد، يعني ما برضع، برضعهم كلهم. وبالتالي المواطنين عنده كلهم حالة واحدة.
أهل بيناتهم يعني أبدا ما بيميز بيناتهم في الإشكاليات في الترضية في كده، بيرضي بيناتهم كلهم. ولكن حقيقة حصلت توسعة في الإدارة الأهلية يعني بطريقة غير مدروسة. نعم. التوسعة دي جاءت نتيجة لبعض الناس اللي عاوزين يكون عنده حضور في الإدارة الأهلية، في شخصية في الإدارة الأهلية، فبالتالي بيجي بأي شكل، لكن بينسوا القاعدة الحقيقية اللي بها تؤسس الإدارة الأهلية. نعم. تاريخ الصراع سيد الوكيل، تاريخ الصراع في دارفور، الصراع العشائري، يعني على حسب ما عرفنا في التاريخ انه هو بيرجع لمواسم الجفاف او فترات الجفاف في المنطقه. نحن دايرين نعرف طبيعه الصراع ده في اصله شنو؟ هل هو صراع سياسي من اجل بسط النفوذ، ولا صراع حول الارض، ولا هو صراع حول الموارد؟ أنا والله أقول إنه هو صراع يعني ممكن الأغلب ممكن نقول صراع حول الموارد. نعم. لأنه يعني في السابق ما كانت دارفور شهدت أي مشاكل، حتى لو بين الراعي والمزارع ولا حتى القبائل المتجاورة مع بعضها. في السابق ده متين بالضبط؟ يعني أنا أقول لك قبل الإنغاز يعني بشوية، قبل الديمقراطية الثالثة. نعم. صادق المهدي الديمقراطية اللي قلبوا فيها دي. نعم. بس دي بوظت الأمور ذات، لأن هي كانت بتدير صراع في دارفور هنا بين العرب والزرقاء. وعملوا له مؤتمر في الفاشر تتذكر؟ نعم. كلكم سمعتوا كده، كنتوا صغار شوية. والإنغاز جات هي أشرفت على عملية التفكيك، العملية النهائية للمؤتمر، وخلاص هي أعلنت البطولة بتاعت الشغلة، وبعد ذاك دورت الشغلة زي ما هو. لكن أنا داير أقول لك يعني الصراع حول الموارد ده دي حقيقة، لأنه كانت المواطنين ذات أو الناس كل القبائل الموجودة هم ما بالعدد الحسي. توالوا طبعا زاد عددهم وزادت الثروة الحيوانية بتاعتهم، لأنه كانت الثروة في ضغط كبير على الموارد. الثروة الحيوانية اللي كانت موجودة بالعدد بتاع الناس دي كانت عندها مسارات اللي هي بيقولها المراحيل. نعم. كانت بتجي تعبر في كل المناطق وبدون أي يعني التماس أو مشاكل. نعم. لكن لما زادت الثروة الحيوانية وزاد عدد الناس ضاقت الرقعة الزراعية اللي هي كانت كما هي، وموارد المياه كما هي. نعم. بقى في ضغط على الموارد. فبقى في ضغط على الموارد. دي كانت المشكلة الأساسية. ممكن نقول إنه يعني الأرض دي حاجة بسيطة، دي إن في ناس عندهم عقدة كده بتاعت إنهم يقولوا الأرض حواكير، دي عقدة أنا ما بتكلم عنها أصلا، الأرض دي حقت الناس كلهم. نعم. لكن أصلا يعني دي المشكلة أنا أفتكر الأساسية. زائد على كده الحكومات ذاتها أنا أقول برضو المتعاقبة على السلطة من الديمقراطية الثالثة وجاي بأمانة أو من زمن نميري ده حل الإدارة عليه نهائي. قال ما معترف بها، لكن البقية دي أضعفوها، يعني أضعفوها بالتدخل السياسي. أضعفوها يعني كان الإداري الأهلي أهله بيجمعوا له الأشور وبيجمعوا له الزكوات وبتاع ظهر ديوان الزكاة خلاص كمشروع عام للدولة. هو بيجمع الزكاة وما بيدي حتى الحق بتاع العاملين عليها، هم ديل بيتحصلوا الزكاة أو مدنا ديل بيتحصلوا هم الزكاة. نعم. مع اللجان بتاع الزكاة ما بيدوهم حقهم، حتى نسبتهم ما بيدوها ليهود العمدة قدامي، يعني بيستفيدوا. ده في العهد البائد، في العهد البائد. هسه ده طبعا ما عارفين العهد ذاته شكله شنو، هو داير الزكاة ولا ما داير ذاته ما عارفين. شفت الكلام ده؟ والعشور والحاجات دي طبعا كلها دابت. وكان ضريبة القطعان اللي هي كان عندهم 15% من الإيراد بتاع القبيلة تجي وتورد لخزينة الدولة. 15 دي تتقسم بين الناظر والعمدة والشيخ حتى بنسب متفاوتة. دي منتهت، يعني ما في هسه ضريبة القطعان بقت ما في. نعم. ما في خالص. نعم. ولذلك يعني الدولة هي بتتحصل مباشرة من المواطن، والعمدة قاعد والناظر قاعد، والدولة هي بتنزل بلجان التحصيل وموظفين التحصيل بتاعها بتشيل من الأسواق وبتستفيد وبتاع وكده، وهو ذول قاعد عريان معمش وبتاع وكده وما عنده سلطة وجيعان بأمانة وعريان برضه. دي كلها. ولذلك ده كان سياسة بصراحة أضعفت رجل الإدارة عليها. نعم. نحن طبعا بصراحة كده
نحن نقول إنه نحن كان المفروض نكون بثورة التغيير، لكن نحن ناس إسلاميين أصلا كده، يعني ناس مسلمين وإسلاميين، وكانت الدولة رافشة على الإسلام ده، بس عشان كده قمنا سكتنا عن حقنا. لكن احنا ناس الإدارة أهلية دي أول من كانوا يقوم ضد هذه الحكومة الفاتت دي بصراحة نحن، لأنه والله بصراحة شخصيتنا اتسلبت خالص، انتهت. ونحن نقوم بدور بتاع المصالحات، بتاع درع المشاكل، وبنسبق حتى الدولة في تثبيت المشكلة قبل قيام. اللي انت قبل قلتي انه رجل الإدارة أهلية المشكلة تحصل حتى لا، نحن والله قاعدين يعني هسه المشاكل اللي حصلت في منطقة ابنوبة بين المساليد والرزيقات هناك والفلات والرزيقات ابنوبة ده احنا علمنا انه جمع عمل شكل لجان وجات حلفت الاطراف دي وثبتت الموقف، يعني سبق الدولة في نعم في حل الصراع، وكذلك كل الإداريين في المناطق بيعملوا كده. ربنا يصلح الحال ان شاء الله في دارفور، ويعود النسيج الاجتماعي والترابط بين أهل دارفور إلى ما كان عليه في السابق وأفضل. شكرا سيد وكيل ناظر الترجم عباس الدومة، شكرا عمدة الرزيقات بمضوة مبان عبد الله بنوبة، شكرا السادة المشاهدين. بخصوص السلام الوقع في جوبا، الحقيقة السلام الوقع في جوبا صحيح نحن أحدنا أنه يكون في سلام، لكن في سلامات قبل كده وقعت لكن ما جاب حق النازحين، ونحن نسأل الله أن التوقيع اللي تم في جوبا يكون في جهد ويبقى سلام حقيقي لاستقرار وأمن البلاد، وفي جنوب دارفور خاصة أو في الولايات دارفور الخمسة بصفة عامة، وفي جنوب دارفور بصفة خاصة. الحقيقة نحن النازحين الحقيقة نتعانى من فقد الصحة والتعليم والغذاء والأمن، ويكون في مكتب فيها نيابة لمحاسبة المجرمين في المعسكرات. السلام اللي كان قائم به في دارفور الحقيقة سلام كان سلام حقيقي وتعايش السلمي. كان أهلنا من جنوب دارفور بعد يقع المطر بجوا الرزيقات وبجوا فلات وحبانية سايرين بأموالهم ويجوا زيارات للحلة، وبعد ذاك الناس الحلة يمشوا للفرقان ويذبحوا لهم الغنم ويفرحوا معاهم، ويكون في مواصلة بيناتهم بين الرعاة ولا ناس القرى. ناس القرى حتى إذا كان وقع مات بهيمة في البادية يجوا لناس الحلة يقول لهم إخواننا عندنا بهيمة مات وتعالوا يا إخواننا أهلنا شيلوا أمشوا، وبمشوا لهم في الفريق يشيلوا البهيمة. كان في أمقرين بقتوا البهايم أو أبدقلي، وناس الرعاة بيجوا لناس القرية، وناس القرية متعاونين معهم، الرمة ذاته بيشيلوا بودوا القرية بوزعوه لأصحابهم. لكن الحروب الدار في دارفور كرهت البعض، لكن احنا نطلب يا اخواننا الرحل ولا المقيمين يشوفوا العيشه القديمه اللي كانوا عايشين زمان اجداد واباء، وعندهم صحبان، وفي كل فريق تقول فلان عنده صاحب، وفي الحله الراحل بيكون عنده صاحب بيجي له، ولا النساوين بيشيلوا الروابه بيجيبوه للقريه عشان كيف نمشي زياره لصاحبين مع زوجته وبيقيلوا معهم يوضح لهم وياخذ بكره تعالني في الفريق. كمان الصاحب بيسوق اخوانه بمشي الفريق ويذبحوا لهم ويقيلوا ويتعرفوا في بعضهم. دي كان عيشه تعايش سلمي بين الرحل والناس والمستقرين. وناشطه في مجالات الشباب على حسب ما انا فهمت منك. مجهوداتكم انتم كشباب في المعسكر لدعم التعايش السلمي بين المجموعات السكانيه في دارفور والمساعده في تقليل الصراع الاهلي شنو؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم هادي إبراهيم عبد الله، ولاية جنوب دارفور، معسكر دريج، طالبة في جامعة أم درمان الإسلامية. أنا كشابة يعني دورنا إنه اتفاقية السلام ده نحن كنا بنتمنى إنه يتم وتحقق لنا بعض الأهداف، والحمد لله تم. ونتمنى إنه يعني المشاكل اللي بتحصل في القرى وفي المعسكرات يعني تكون ما فيش.
يعني انتم مجهوداتكم شنو كشباب في توعية اهلكم بانه الصراعات القبلية دي هي بتضرر منها دارفور وبتضرر منها الاستقرار في المنطقة؟ اشتغلتوا قوافل، مشيتوا قابلتوهم، بتنصحوهم، بتوعوهم كده؟ والله ما اشتغلنا قوافل احنا، لكن نتمنى انه المشاكل دي يعني تكون ما فيش ويكون في امن وسلام واستقرار لكل البلاد. شكرا. ونحن 2010 منذ هذا اليوم ما لقينا اي مشكله، امن والاستقرار، وهذا البلد منذ ما جينا ما في حاجه بقول العنصريه ولا يعني ما في، كلنا سوا. فمنذ ما جينا بيت عبد الله أمنا دي وقبل ما عبد الرحمن وبعد ما أسس عبد الرحمن هذا الآن ما لقينا أي مشكلة، ناس أمني مطمئنة واستقرار تام. وعايزين البلد دي يكون الناس النازين دي لما زول تجي هنا وترجع يكونوا مدارس موجودة، الناس بيكونوا ماشيين. وشكرا لك. الأصل في حياة الأمم وحياة الشعوب وحياة المجتمعات في دارفور هو السلم الاجتماعي والتعايش السلمي، والنزاعات والصراعات والحروب أمر طارئ ليس من طبيعة الإنسان في دارفور، لأن الإنسان في دارفور في أصله مسالم يجنح إلى السلام ويجنح إلى التعايش، ولكن هنالك ظروف أملت بإنسان دارفور أن يخرج من وضعه الطبيعي ويجنح إلى الصراعات وإلى الحروب، والتي هي أمر عارض في حياته. لذا نجد هذه المجتمعات ممثلة في قبائلها كثيرا ما ترجع وتعود إلى فض النزاعات وفق أعرافها ووفق تقاليدها ووفق موروثاتها. لدارفور إرث وموروث ضخم جدا وتقاليد في فض النزاعات، وبنلقى في دارفور مثل بيقول أن التراضي خير من التغاضي، بمعنى أن الإنسان في دارفور بيجنح إلى جلسات الجودية لفض التنازع بدلا من أن يذهب إلى القضاء، لأن القضاء يرد الحقوق ولكن لا يحقق العفو. أما التراضي والجلوس مع بعض تحت طاولة الأجاويد يحقق التراضي ويحقق العفو ويرد الحقوق. لذا كانت القاعدة الأهلية القاعدة الشعبية تقول التراضي خير من التغاضي. انتوا هسه لكم كم سنة قاعدين في المعسكر ده؟ لا نحن من 2004 ل 2020 16 سنة. أي. وقاعدين ترجعوا في المواسم، لأنه سمعنا إنه في مؤخرا بقت سكان المعسكرات بيرجعوا في المواسم الزراعة عودة طوعية للقرى والمناطق الأصلية عشان يزرعوا. المشاكل اللي قاعد تواجهكم شنو في الموسم ده يعني؟ والله حقيقة نحن في مرت بينا صحيح فترة بتاعت عودة طوعية وفي عودة تلقائية، وفي ناس بعودوا بذات نفسهم عودة زراعية، لكن بداية الأمل كان بدأنا مع الدولة في الشغل بتاعت عودة طوعية. جونا في المعسكرات بأن الناس نمشي عودة طوعية، مشينا عودة طوعية لكن واجهتنا سلبيات أكثر من طاقة. زي شنو يعني؟ والله إشكال بين الرعاة وزارين ونحب وكده، بيقابلك نحب في الشارع ينحبك، ومشيت بزاملة نظيفة بشيلوها منك، عندك ساعة تلفون بشيلوه منك، زراعتك ما بتحصد زراعتك، دي كل حاجات واجهتنا نحن في فترة بتاعت العودة الطوعية. والمسألة تحت الطلق المبكر ديكم؟ والله الطلق المبكر ده الآيخ الرئيسي الآن نحن عندنا له، دي أكبر مشكلة نحن عندنا لها. هسه الآن يعني نحن كلنا الآن هسه مزارعين، لكن عندنا مشكلة كبيرة جدا جدا، لو أصلا ما يتحلت دي يعني بيكون آيخ كبير بالنسبة للشعب في دارفور ولا الناس في المعسكرات إنه يعودوا هرام. هسه طبعا يعني في اتفاقية بتاعت سلام اتوقعت، وفي امل انه الناس يعني النسيج الاجتماعي في دارفور بعد الصراعات القبليه وكده تخيف وتقل لما الناس يرجعوا مناطقهم والامن يستتب في المنطقه. يعني رايك شنو؟ والله نحن بنقول مرحب بالسلام ومرحب بالامن، نحن من يهمنا انه السلام ده يتم، لانه الفتره ذاتها طالت بتاعت القضيه ولظروفنا نحن المعيشيه في داخل المعسكرات كان ماسكانه منظمات ومنظمات الان بقى ما في دعم، اضطرينا انه اي زول يرجع مسخط راسه يزرع. لكن الاشكال بتاع الطلقه المبكر انت قلتيها دي مشكله كبيره جدا جدا وايخ بالنسبه، وممكن يهدد في سلام دارفور يعني هو الاشكال الاساسي هو بين المزارع في مساله الزراعه والرعي، لكن كمجموعات سكانيه ما في اشكال بينهم، الناس دي متعايشه. لا نحن كمجموعات سكانيه ما عندنا اصلا اشكال بيناتنا يعني نحن منذ اجدادنا قايمين طبعا في تعايش بين كل القبائل في السودان، احنا في السودان ما عندنا قبيله، لكن طبعا ظروف بتاعت فتن هي ظروف في الفتره السابقه انه يبيدوا كده ويشيلوا كده، والان
يعني برضه ماشيين في احسن الحال، لكن التحديدات بالنسبه للطلق المبكر دي مشكله. يعني احنا زرعنا السنه مضى برضه حصادنا راح، السنه برضه زرعنا السنه زرعنا برضه يعني لحد شهر 10 انا متوقع انه هيكون في طلقه مبكر. يعني كلام في الاعلام تلقى الولاة بيتكلموا، اللجنه الامنيه بيتكلم، مدير الشرطه بيتكلم، قائد العمليات بيتكلم انه يا اخي بيكون في تعميم بالنسبه للعوده الطبيعيه وفي تعميم بالنسبه للموسم الزراعي، لكن ما في تعميم. يعني احنا تابعين لمحليه دليل، الطلقه بتبدا من محليه مرشين وبيجينا بليل وبمشي محليه السلام، دي المحليات الوحيده اللي اصلا في دارفور محدده بطلقه مبكر. مسارات ما في مسارات موجوده، المسارات دي موجوده حقيقه يعني منذ زمان، يعني منذ ابهاتنا واجدادنا موجوده في مسارات. يعني في مراحل اديل كده فاتحه والناس استغلوا ظروف النزوح بيجوا يمروا بخور ناس وزراعه ناس وكده. يعني تمي تزرع بقول لك يا اخي احنا من زمان قاعدين نجيبه واصلا ما مرحال ولا مسار، يعني في مسار في مداخل في مراحل دي موجوده معروفه حتى الان مسجله في التاريخ وفي الخارطه بكل محليه موجوده هنا، لكن الناس اتخطوا حاجه بقول لهم مرحال. بس انتوا في المعسكر ده اللي هو معسكر دريج يعني المجموعات الساكنه هنا كلها قاعد تمشي تزرع ولا في ناس غيروا طريقتهم، يعني غيروا طريقه معيشتهم، يعني بيجوا احترفوا حرف اخرى؟ والله يا اخي الاغلبيه بتزرع، نحن طبعا في دارفور منتكلين للزراعه اكثر من اي حرفه ثانيه. صحيح يعني اللي فتره الفتره هسه في ناس علمنا ابنائنا، يعني في ناس اتخرجت اتوظفت وكده، لكن المسؤوليات كثيره في البيت، يعني الوظيفه الواحده ما بتمسك الزول ما لم تمي تزرع. نبذة عن ولاية جنوب دارفور. يبلغ متوسط هطول الأمطار من 400 إلى 800 ملم في السنة، وتمتد من 4 أشهر إلى 5 أشهر في السنة. الإقليم المداري أو الجاف يضم الوسط الشمالي من الإقليم، وتقل كمية الأمطار لتصل ما بين 100 إلى 300 ملم في السنة. بدأ الصراع للمرة الأولى عام 1932 بين قبيلتي الزيادية والميدوب ضد قبيلتي الكبابيش والكواهلة في منطقة شمال الفاشر، وتكرر ذلك في الأعوام 1957 و1982 و1997. يعزى سبب جميع هذه النزاعات حول مصادر المياه والرعي. بدأ الصراع الحقيقي في المنطقة في عام 1983 بسبب التنافس على الموارد الشحيحة والأراضي الصالحة للزراعة، كما أودت المجاعة التي استمرت من عام 1983 إلى 1984 إلى زيادة تأزم الوضع، حيث عجلت من انتشار الصراعات التي سرعان ما اتخذت طابعا عرقيا في البلاد. نص اتفاق جوبا لسلام السودان مسار دارفور على إنشاء مفوضية تنمية قطاع الرحل والرعاة، ووضع سياسات بديلة وتشريعات ومؤسسات وآليات تلبي حاجة الرعاة الرحل في حق استخدام الأرض والموارد الطبيعية. الإقرار بحفظ الحقوق التقليدية في ملكية الأراضي القبلية، الحواكير، والحقوق التاريخية المتعلقة بالأرض والمسارات التقليدية والعرفية للمواشي وفرص الوصول للماء، كما أن تقوم السلطات المختصة بإقليم دارفور بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية لتنظيم فتح المسارات للرعاة الرحل للحد من احتمال حدوث نزاعات بين المزارعين.